جمهور ومتابعي قناة نبيل كوتشينج، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. يبدو أن صبري اللموشي ماضي قدما في عدم التعويل على لاعبين من البطولة الوطنية التونسية في نهائيات كأس العالم القادمة. تقريبا نجم نقول أنه 80% من القائمة اللي بتشارك في نهائيات كأس العالم 80% منها جاهزة، وأنه التكملة متاع القائمة هذه ستكون من البطولة التونسية. يعني بنسبة كبيرة باش يحاول يعبي كل الأماكن الممكنة بلاعبين ينشطوا في البطولات الأوروبية، ومن بعد الأماكن اللي باش تبقى شاغرة باش تكون مآلها من البطولة الوطنية التونسية. لأننا نتحدث ربما على أكثر مراكز، هي مركز حراسة المرمى ومركز قلب هجوم، وهنا جايين للحديث على هذه المراكز باش نعطوا تقريبا القائمة الأولية اللي ضامنة أماكنها، واللي قلنا أن تقدر ب 18% 80% عفوا. بطبيعة الحال فما غموض كبير في مركز حراسة المرمى، لأنه تقريبا ما عندناش حراس في ينشطوا في بطولات أوروبية. عندنا بعض الأسماء الشابة اللي تنشط في بطولات أوروبية وأجنبية. نتحدثوا على طبعا بوعسكر في روما حارس شاب، توماس الزواغي أيضا حارس شاب، ونتحدثوا أيضا على أنس الخرداني اللي ينشط في البطولة السعودية. لكن في الدفاع يبدو أن الأمور الكل واضحة، وأربع أسماء أكيد أنا باش تكون متواجدة في نهائيات كأس العالم. نتحدث على منتصر الطالبي، ديلان برون، عمر الرقيق، وآدم عروس المتألق أخيرا مع فريقه قاسم باشا التركي، واللي تحول صبري اللاموشي مؤخرا من يومين إلى تركيا وتابع مباراة قاسم باشا أمام فريق فينرباتش التركي، وانتهت مباراة بهدف لهدف. مباراة كان شارك فيها آدم عروس، وتحصل على تنقيص 6.6. وايضا مرتضى بن وناس اللي كان شارك في هذه المباراة، وهنا جايين باش نحكوا عليه. على الجهة اليمنى اكيد انه في اسم يان فاليري تقريبا ضامن مكانه، ولكن شكون باش يكون موجود معاه ما زالت الامور غير محسومة. لا اعتقد انه معتز النفاتي ينطلق بحظوظ وافرة نظرا للمردود المتواضعة اللي قدموا في البطولة العربية للأمم الأخيرة، وبالتالي بصراحة إذا باش يتم التعويل عليه لهنا باش تكون كارثة كبيرة برشا. نتمنى أنه صبري اللاموشي يلقى ضالته في اسم آخر، ولما لا التعويل على اسم من أسماء البطولة الوطنية التونسية، لأنه فما أسماء محترمة في هذا المركز. على الجهة اليسرى الأمور محسومة تقريبا. علي العابدي النجم الأول المنتخب التونسي ولاعب فريق نيس الفرنسي، صحبة مرتضى بن وناس اللي لعب في هذا المركز عديد المرات، ولكن أصبح الآن يلعب في مراكز هجومية مع فريق قاسم باشا، وقائد فريق في قاسم باشا، وآخر مباراة لعبها تقريبا في مركز متقدم كصانع ألعاب، ونال أقصى في أواخر المباراة. على مستوى وسط الميدان السوداسي ضامن مكانه بنسبة كبيرة جدا. نتحدث عن الوافد الجديد راني خذيرة، ولاعب فريق يونيون برلين، معها الياس خيري وأنيس بن سليمان وحنا بعل المجبري. صراحة أعتقد أن وسط الميدان أمره محسوم بتواجد راني خذيرة، الياس خيري، وحنا بعل المجبري المتألق مع فريق بيرنلي. أنيس بن سليمان أيضا قاعد يقدم في مستويات ممتازة مع فريق نيرويل سيتي في التشامبيونشيب في انجلترا. اسماعيل الغربي رغم انه ماهوش قاعد يشارك مع فريق اوسبورغ الالماني في البوندسليغا، الا انه يقدم في مستويات محترمة. والحاج محمود مع فريق لوغانو السويسري ايضا يقدم في اداء محترم جدا واداء مستقر. تقريبا الستة لاعبين هذوما ضامنين تواجدهم في كأس العالم القادمة بإذن الله. من هنا بدينا نفهموا انه الاسماء القديمه متاع فرجاني ساسي وياسين مرياح، يعني الكهنة المعبد القديم، فهمتني، انتهى دورهم في المنتخب وانتهت ايامهم مع المنتخب التونسي. على الجهة اليسرى الهجوم ربما فما تخمة في هذا المركز بتواجد المتألق سيباستيان تونيكتي، لاعب فريق سيلتيك الاسكتلندي واللي قدم في أداء رائع جدا، معه الياس سعد والياس العاشوري، ثلاث لاعبين في مركز جناح أيسر. حاجة باهية برشا وتخلق المنافسة وتقويها، رغم أني أرى أنه سيباستيان تونيكتي ينطلق بحظوظ وافرة باش يكون هو الأساسي في ذلك المركز.
على الجهة اليمنى للهجوم، واللي كانت الأمس القريب أحدى نقاط ضعف المنتخب التونسي، وين اضطرينا نلعبوا الياس العاشوري في المركز هذاك، واضطرينا أن نرجعوا نعيم السليتي أيضا في بعض الأوقات. اليوم أيمن السليتي هو البديل، صحبة خليل العياري القادم على مهل مع فريق شبان باريس سان جيرمان. مؤكد أن صبري اللاموشي كان تحول إلى فرنسا قبل التوجه إلى تركيا، وتابع خليل العياري في أحد المباريات، واحنا بينا قاعدين نتابعوا في خليل العياري اللي قاعد يقدم في مستوى كبير برشا، وأداؤه يتطور من مباراة إلى أخرى، وأكيد أنه باش ينال فرصته في المونديال القادم بإذن الله. هكا تقريبا 18 لاعب هذوما ضامنين أماكنهم. كما قلنا يبقى الغموض على مستوى شكون الثلاثة حراس باش يكونوا موجودين، وعلى الأقرب باش يكونوا من البطولة التونسية، وأيضا على مستوى مركز قلب الهجوم. عنا زوج لاعبين، لاعب حمزة المستوري المحترف بروسيا، وفراس شواط لاعب مهاجم النادي الافريقي. ما اعتقدش انه سيف الله الجزيري سيف الدين الجزيري باش يكون ضمن اهتمامات المدرب. مادام ذكرت ايضا سيف الله الطيف في ظل تراجع مستواه، اكيد انه مازال عنده الوقت باش يتدارك ويحسن من مستواه، عسى ان يكون جاهز لهذه المنافسات القادمه، منافسات نهائية كأس العالم. اذا فراس شواط حمزة المستوري الى احد الان لا ارى بديلان لهما، وبالتالي اعتقد انهم باش يكونوا في مقدمة هجوم المنتخب التونسي. بالنسبة للاعبين المزدوجين الجنسية الآخرين إلى حد الآن، طالما أنه ما فماش بوادر مشجعة على قدومهم، خاصة وأنهم ما همش متشجعين باش يلعبوا مع المنتخب التونسي، لذلك نتحدث الآن على هذه القائمة الأولية. 18 لاعب ضامنين أماكنهم، زائد فراس شواط وحمزة المسوري، 20 قائمة، 20 لاعب عفوا في القائمة. تقريبا هذه هي الأسماء اللي ضامنة أماكنها إن شاء الله في كأس العالم القادمة. وما زلنا بطبيعة الحال باش نتابع الموضوع، لأنه مهم جدا، لأننا بصدد بناء فريق جديد نتمنى أنه يتبنى على مستوى العدالة، والأجدر أنه هو اللي يلعب ويتم استدعائه ويزينا من اللوبيات القديمة اللي كانت تقودها بعض اللاعبين، واللي كانوا وصلوا يتحكموا شكون يتم استدعائه وشكون يتم إقصائه. فنتمنى حظ موافق لصبري اللاموشي، وإن شاء الله نشوفوا منتخب متجانس، رغم أنه تركيبته بدأت تتغير نوعا ما عن صورة المنتخب السابقة، ولكن امالنا كبيره انه المنتخب التونسي ان شاء الله من هنا للمونديال باش يقوم بتحضيرات جيده تخليه يكون جاهز وفي ابهى صوره باذن الله لتشريف تونس ولتشريف كره القدم العربيه. نلتقي في فيديو لاحق باذن الله، الى اللقاء.